السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده وعمر كوره عالميه، اخبارنا العالميه والمحليه. ما زلنا في قضيه احمد رفعت وموت احمد رفعت، ويعني اللي بيحصل في الكوره المصريه بقت يعني قضيه راي عام. طبعا لما احمد رفعت طلع وقال ان في مسؤولين بعينهم هم السبب في اللي حصل له، كتير قال احمد شوبير، احمد دياب، مسؤول في طلائع الجيش، رئيس نادي طلائع الجيش، اقاويل كتير، وكله طلع واتكلم وتحدث. من خلال الاقاويل دي والحديث كل واحد بيبرأ نفسه. حتى نادر شوقي وكيل اللاعبين لما طلع مع ابراهيم فايق وقعد يشحتف ويبكي. طب يا كابتن نادر، يعني طب ازاي واحد يسافر وهو عليه تجنيد؟ يا كابتن نادر انت كنت بتعيط، يعني طب ما انت طلعت وقبضت، هل انت ما خدتش فلوس؟ والله على الاقل انت يا كابتن نادر ما خدتش فلوس. يعني هنا يعني من ضمن كلام نادر شوقي اللي هو لعيب وكيل اللاعبين، يعني طلع، هو انت بتلمع في نفسك؟ طب الكابتن ابراهيم فايق هل يعلم بذلك؟ يعني هل الكابتن ابراهيم فايق بيتاجر، او هو ونادر شوقي بيتاجروا بموت احمد رفعت؟ زي ما بقول لك ايه، الرقص على جثث الاموات. ده بالنسبه لنادر شوقي. الكابتن او محامي احمد رفعت، محامي احمد رفعت طلع برضه واتكلم وقال، بص اللي قاله محامي احمد رفعت قال ايه؟ قال اللي نجيب من الاخر، قال لك اللي بيديروا الكوره في مصر حاليا عصابه بمعنى الكلمه، مافيا، عاملين دايره واقفين على نفسهم وبيقسموا الادوار فيما بينهم عشان ياخدوا قرار في المطبخ الوسخ، سوا يعني القرار ده مع بعض، ويطلع يبوح به فاسد اعلامي بعينه، يطلع بيبوح بهذا يعني معاه، وقال لك معاه دبلوم صنايعي على انها اخبار حصريه علشان يفضل يطلع عليكم يوميا وانه اعلامي عبقري بيقدر يجيب الاسرار في المطبخ. وقال لك ان انا اتساءل عن الموضوع ده، وقال لك ان السبب اللي حصل لاحمد رفعت علني ان هو نائب رئيس نادي فوتشا سابقا ومودرن سبورت حاليا احمد شوبير، ورئيس رابطه الانديه احمد دياب. قال لك ان من فتره جاله عرض من الاهلي والزمالك والوحده الاماراتي، واحمد كان عايز الزمالك، ولكن احمد شوبير قال له لا مش هتروح الزمالك، الا بعد البطوله العربيه ونشوف مستواك واللي حصل ده. احمد شوبير طبعا طلع بعد ما وقع في الملعب وقال ان احمد بيتعاطى منشطات وتم ايقافه ووقف صرف مستحقاته لاحمد، وقال ان هو وقع في الملعب بسبب ان هو بياخد منشطات. ناس ما عندهاش ضمير، يعني مش عايز اتكلم كتير يعني ان موضوع احمد شوبير وقضايا وان جه واتحبس عشان التجنيد. كمان عندك كمان مين تاني بيتكلم؟ مرتضى منصور طلع دلوقتي ويقول لك ايه؟ ان احمد شوبير او ان احمد رفعت حقه مش هيضيع، وان مؤامره اتعملت على احمد رفعت، وان اللي عمل كده في احمد رفعت هيتحاسب. يعني مرتضى منصور دلوقتي يعني محترم، وكله بقى يخبط ويتكلم ومحدش عارف حاجه، محدش عارف ايه اللي حصل. مات احمد رفعت، وفي امور لازم تتعدل، في امور لازم تتغير، اتحاد الكره كله لازم يتغير، احمد دياب رابطها كلها لازم تتغير، احمد دياب لازم يتغير، اعلاميين بنفسها لازم خلاص يعني ما يطلعش في الاعلام، مش كله فلوس. الملاعب، اللعب الساعه 4 ما ينفعش يا جماعه. انت عشان تروح تلعب الساعه 4 اللعيبه والاداره بيروحوا الساعه 2 الظهر في عز الحر، مباراه ورا الثانيه، هيجي لك ضربه شمس لجمهور، للاعب، لاداري. مين صاحب قرارات دي؟ مين صاحب القرار ان المباريات تتلعب الساعه 4 في عز الحر؟ في قرارات كتير لازم تتاخد صح، في قرارات كتير لازم يتم مراجعتها. فمش عايزين نخلط الرياضه بالسياسه. الرياضه دي المتعه بتاعتنا اللي احنا بنتمتع فيها.
خلط الرياضه بالسياسه. ليه؟ ليه يتم خلط الرياضه بالسياسه؟ حتى اصبحت الرياضه مشجعين، وزراء مشجعين اهلاوي وزملكاوي بيتدخلوا، وناس كبيره في الدوله بتشجع اهلي او الزمالك بيتدخلوا في الرياضه. الله يرحم احمد رفعت ويدخلوا الجنه. الزمالك كان بيلعب مع الاسماعيلي وفاز الزمالك 2-1 بضربه جزاء، ضربتين جزاء. طبعا ضربه الجزاء الاولى ماشي حقيقيه، الضربه الجزاء الثانيه مشكوك فيها علن واضحه، مش ضربه جزاء اساسا، خبطه في الدراع اللاعب، ايده جنب دراعه، بل بالعكس ده واقع كمان يعني. يعني غريبه جدا ان الحكم ما رجعش، امين عمر ما رجعش للفار. كان 1-0 للاسماعيلي، اتقلب 2-1، هدفين لعبد الله سعيد، وعبد الله سعيد بيقترب بشده من يعني من الاوائل اللي جايبين اهداف فوق ال 100. انا بعرضهم بعد كده مين ومين ومين، حسن الشاذ ومصطفى رياض. فعبد الله سعيد اعتقد كده هو يوصل للاعب رقم 3 على مستوى هداف الدوري المصري. بكره ان شاء الله غدا الاهلي وطلائع الجيش الساعه 7. الاهلي يستعد طبعا للمباراه بقوه، فاتمنى تكون سعدتم بهذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.